الاسبوع ده بدأ بريمونتادا زملكاوية احتلت الترند يوم السبت، وكنا على ميعاد مع ماتش مهم جدا. الزمالك مع الت سولار، ايا كان اختلافك مع انه فريق قوي فريق ضعيف فريق عادي، هو الزمالك كان مطالب انه يكسب، والمأمورية كمان اتصعبت جدا لما الزمالك دخل فيه جون الشوط الاول، وانت خارج الشوط الاولاني 1-0 وخسران، والترقب والجماهير ما اثرتش في التشجيع، لكن الفريق كان أداة استفهام كبيرة جدا. الشوط الاول اوساريو انا مش فاهمه يعني هو ده المبدأ اللي نمشي عليه يعني. انا اوقات اعرف ان المدرب بيستخدم طول الوقت بيستخدم اللعيبة على خطة تنفعهم، لكن طول الوقت انت مصر على خطة اللي هي 3-2 او اللي هي الدبليو زي ما بيقولوا. انت طول الوقت مصر على خطة انت شايف ان انت ناقصك لعيبة، فهي مش هتتعمل صح. وبعدين في لعيبة بتتكتف لما بتتحرر بتديك كورة وبتلعب كويس وبنشوف اداء تاني خالص. طب ما هو من الاول. وبعدين كل شوية بنشوف ان اللعيبة بتظهر بمظهر في ماتشات ومظهر تاني لا. طبعا ده نتيجة لعدم الاستمرارية في تثبيت التشكيل. يعني لو انت بتتفرج على الزمالك كل شوية هتلاقي تشكيل مختلف، وكل شوية هتلاقي الراجل بيتكلم بتشكيل مختلف. الزمالك رجع الشوط التاني، هو نزل اوباما والزمالك عرف يرجع للمباراة وقدر يكسب 4-1. في الجون الرابع شغف الجمهور وحب الجمهور لفريقه، وانك فريق ترجع. في فيديو انتشر لقينا الناس بتهزر، ولقينا الناس بتقول ايه يعني انت كسبت فريق عادي ان انت تكسبه. عمر ما كان شغف الجمهور ده حاجة قليلة. يعني انت وانت قاعد وفريقك حتى بيلعب ماتش في الدوري ممكن وهو قرب يحسم الدوري او حسم الدوري، وانت فريقك هيخسر وعمل ريمونتادا، انت هتفرح لان فريقك كسب. فالناس واضح بعدها عن المدرجات لفترات طويلة، نسيت شغف الكورة ونسيت فرحة الملاعب بتبقى عاملة ازاي، لان انت بتبقى عايش الضغط العصبي والنفسي والتوتر، وفريقك بره البطولة لا فريقك جوه البطولة. فالطبيعي ان انت بتبقى فرحتك هستيرية لما بيكسب. فانا مش شايف ان في ادنى مبالغة في الفرحة، لا هي كانت فرحة تستحق صعود. كنت ممكن تخرج من فريق عادي جدا. فالزمالك رجع وكسب، ومبروك لجماهير الزمالك ومبروك للجمهور اللي راح للملعب. لانك انت لو شفت الجمهور وهو خارج هتسأل نفسك سؤال واحد وهو خارج من الاستاد: حرام الناس دي كانت تروح زعلانة من مدى الحب ومدى التشجيع، و90 دقيقة ما وقفوش، وفعلا هو كان البطل الأول للمباراة.